عايز تعرف ازاي تختار شريك حياة مناسب لشخصيتك؟ ولو اخترته فعلا عايز تعرف هو مناسب ولا لا؟ ولو كان مش مناسب عايز تعرف هتتصرف ازاي؟ لو مهتم تعرف الكلام ده تابع معنا لآخر الفيديو وأوعدك انك هتستفيد كتير. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو شريك الحياة المناسب لشخصيتك. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم إني قسمت الفيديو زي كل مرة عشان تقدر تختار الجزء اللي أنت عايز تسمعه، وهتلاقي تقسيمة الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو. اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين الرجل والمرأة، وقلنا إن في فروق كتير جسدية ونفسية، والفروق دي بتخلق نوع من الاختلاف بينهم، والاختلاف ده بيعمل خلافات، وقلنا ازاي تتعامل مع الخلافات دي. واللي مسمعش الفيديو هيلاقي اللينك في صندوق الوصف. برضو اتكلمنا عن الأنماط الرئيسية الأربعة للشخصيات، وقلنا إنك لما هتعرفهم هتقدر تحدد نفسك أنت فين وشريك حياتك فين. ولو فاكرين الشخصيات الأربعة هما الشخص العاطفي المستمع، القيادي المنجز، المحلل المفكر، الفن المبدع أو التعبيري. وعملنا لكل واحد فيهم فيديو منفصل عشان نشرحه بالتفصيل من حيث الصفات، العيوب، كمان ازاي تطور في شخصيتك. واتكلمنا عن شخصية مشهورة بتشبه شخصيتك ورموز حيوانية أو طيور بترمز لشخصيتك. علشان نفهم الموضوع اللي قدامنا ده كويس لازم تراجع الأربع أنماط الرئيسية وتسمعهم بالتفصيل. هسيب لك اللينكات في صندوق الوصف. والنهاردة هنقول ايه الشخصيات اللي بتنفع مع بعضها كشريك حياة من الأربع أنماط الرئيسية، ولو اخترت حد مش مناسب ليك هتعمل معاه ايه. أولا، ملخص نظريات كتير ابتدت من 2400 سنة لكن انتهت بواحد اسمه كارل يونغ وواحد تاني اسمه بولموت. دول عملوا دراسة على الآلاف من الحالات لحد ما وصلوا للأنماط الأربعة الرئيسية. وعلشان نقول مين من الشخصيات ينفع مع بعضه كشريك حياة لازم قبلها نفتكر الصفات العامة ليهم. فلو فاكرين قلنا أول نوع هو الشخص العاطفي المستمع، وده اتكلمنا عنه إنه هو شخص عاطفي حساس ودود لبق مجامل، بيحترم الآخرين جدا وبيحب الناس تحترمه، بس بيتهان بسرعة، بيتجرح بسرعة، بيضحي كتير، بيتحمل، بيجي على نفسه، صعب يقول لا، بيحب يرضي كل الناس، بيسعى للسلام، مستمع جيد، مش بيجرح الناس وهو بيسمعهم، بس بطيء في اتخاذ قراراته لأنه بيخاف من النتيجة، بيخاف يغلط. اتكلمنا عن النمط التاني اللي هو القيادي المنجز، وقلنا هو شخص مسيطر مستبد شوية، بيهم الإنجاز قوي، مستعجل دايما، لسانه بيقولك يلا يلا يلا، أسعى لنفسه وأسعى للآخرين، بس مستمع غير جيد، مش بيحب تكرار الكلام، دايما بيفكر وانت بتكلمه مش بيركز معاك، بارد المشاعر، بيحب يتكلم كتير عن إنجازاته، مش بيراعي مشاعر حد. كمان النمط التالت لو فاكرين اللي هو المحلل المفكر، بيشغل مخه كتير قوي، عنده نشاط ذهني زايد، شاطر جدا في الانتقاد، بيسيب كل حاجة حلوة وبيمسك في العيوب، مترقب ومراقب، بيقعد يراقب في الناس عشان يشوف ايه العيوب اللي فيهم، بطيء في قراراته جدا، بس ده عكس الرومانسي لأن ده بيعطل القرارات علشان يحللها، ده اللي بيسموه تعطيل من أجل التحليل. لو هيشتري تيشيرت يلف على 100 محل، وممكن بعد ما يشتريه عايز يرجعه تاني، مش بيرضى بأي نتيجة وخلاص، مش بيظهر مشاعره، هو عنده مشاعر، عكس القيادي ما عندوش مشاعر أصلا وبارد المشاعر، لكن ده عنده مشاعر بس مش بيحب يظهرها. كمان المحل المفكر مثالي جدا، بيحب الكمال، عقلاني جدا. كمان لو فاكرين النمط الرابع والأخير اللي هو الفن المبدع أو زي ما بنسميه التعبيري، وده شخص معبر، متحمس، متفائل، مبدع، متحدث جميل، أنيق، كاريزما، هو ده الكاريزما فعلا مش القيادي. كمان بتلاقيه مرح، دمه خفيف، بيحب الهزار جدا، ذهنه حاضر، بيربط الأمور ببعضها بسرعة، النكتة عنده حاضرة، بيحب الإفيه، بيعشق الأكل جدا، يحب الحفلات، الفسح، الخروج، عنده حماسة ونشاط، بيكره الروتين جدا، مش بيحب تكرار الأمور، بيحب الإثارة، بيحب المغامرة، سريع في اتخاذ قراراته، ويبدأ عمله بسرعة جدا، بس للأسف بيتحبط بسرعة، مش بيقدر يكمل.
بعد ما راجعنا مع بعض الشخصيات الأربعة، عاوزين ناخد بالنا من شوية ملحوظات. أولا، كل الأنماط الأربعة شخصيات سوية، مفيش شخصية فيهم مريضة. كمان كل الأنماط الأربعة فيها مميزات وعيوب، مفيش حد فيهم كامل. كمان ممكن تكون فيك صفة من شخصيتين أو 3 فيهم، وممكن يكون فيك صفة من ال4 شخصيات بس بنسب مختلفة. يعني مثلا يكون عندك 5% من دي، 10% من دي، 15% من دي، لكن ممكن تلاقي 70% من شخصية تانية. فأعرف إن الشخصية اللي بتسود عليك هي الشخصية الرئيسية بتاعتك. طيب دلوقتي جه الوقت إن احنا نقول إيه هي العلاقات المتعبة أو الاختيارات الغلط. أصعب العلاقات المتعبة هي هتكون ارتباط القيادي بالعاطفي أو ارتباط المحلل بالتعبيري. يعني لو واحد قيادي وارتبط بواحدة عاطفية، قليل ما بتلاقي الست قيادية، بس موجود طبعا. فالراجل القيادي لما يرتبط بواحدة عاطفية بيكون علاقة متعبة جدا، هيكتم على نفسها قوي، وعمره ما هيرضى عنها أبدا، لأن القيادي بطبعه صعب. رئيس صعب جدا، هو مرؤوس رائع، لكن للأسف رئيس صعب ما يرضاش عنك أبدا، ومش هيسمع لك كلام، ومش هيسمعك كلمة حلوة، وهتكون حياتك قاسية قوي قوي معاه. لكن لو الراجل هو العاطفي والمرأة قيادية، الموضوع ده بصراحة محتاج أكتر من مجرد إرشاد ونصايح، ده عايز متخصص نفسي يتابع معاك. طيب لو المحلل المفكر ارتبط بفني مبدع أو تعبيري زي ما بنقول عليه، المحلل المفكر بطبعه بيحب الانتقاد زي ما قلنا، فهينتقد فيك كل حركة، كل خطوة، كل كلمة، حتى النفس اللي بتتنفسه هيعده عليك وهينتقدك فيه. والتعبير بطبعه مرح، بيحب الهزار، السخرية، بيحب الخروجات، التصرفات العفوية والفورية والعشوائية بدون تفكير. المحلل المفكر بيحسب كل حاجة بالدقة، لو حب ياخد قرار إن شاء الله تكون خروجة صغيرة، لو راح يشتري ب5 جنيه فول لازم يحسبها بالعقل. بطبعه هو رزين، بيعشق الروتين، بيعشق النمطية. من الآخر كده المحلل المفكر عكس الفني أو التعبيري، فاتنين عكس بعض تماما، صعب إنهم يعيشوا مع بعض ويتأقلموا. علشان كده نركز قوي قوي لما نختار شريك حياتنا، لازم تاخد الشخصية المناسبة لشخصيتك اللي هتنسجم معاها بسهولة، زي مثلا العاطفي مع الفن المبدع أو التعبيري، حلوين قوي مع بعض، والجاب بينهم اللي هو الاختلاف بينهم قليل جدا. كمان القيادة المنجز مع المحلل المفكر هينسجموا مع بعض بسهولة زي السكينة في الحلاوة. يبقى كده أول حاجة لازم تفهم شخصيتك، وبعد كده تختار الشخصية المناسبة ليها. عرفنا كمان ان لازم تبعد عن شخصيات اللي عكسك تماما، لان هتكون العلاقات متعبة بينكم، مفيش تفاهم، مفيش توافق. طب لو فرض ان في حد اختار شخصية مش مناسبة لشخصيته وفي مشاكل كتير حاصلة بينهم، هيعمل ايه؟ اولا، لو انت شخص عاطفي هتعمل ايه مع شريكك علشان تقلل المشاكل بينكم؟ بلاش تكون حساس زيادة عن اللزوم، قلل القمص والزعل شوية، خليهم مرتين بس في اليوم، بلاش 10-15 مرة. بلاش كمان تكون صندوق ازاز تتكسر من اقل حاجة، خلي مشاعرك قوية شوية. كمان خليك عملي أكتر، بلاش التعميم المتجرد، يعني مش لازم لما تزعل تنسى كل حاجة حلوة وتمسك في الحاجة الوحشة بس. كمان بلاش كلام الأحاسيس، خليك موضوعي وكلامك يكون بدليل. يعني بلاش فكرة أصله مش بيحبني، أصله بيكرهني، أصله مش طايقني. كلام المعنوي والكلام العايم بدون دليل بلاش منه. مش معنى إن اللي قدامك عمل تصرف مش كويس معاك يبقى ده كره، ممكن يكون عدم إدراك منه، ممكن يكون غضب منه، ممكن يكون رد فعل منه، ممكن يكون هو في طبعه شديد شوية لما بيتعامل في النقطة دي، لكن ده مش معناه كره خالص. طيب لو شريكك هو اللي عاطفي تعمل ايه معاه؟ مثلا انت قيادي وارتبطت بحد عاطفي، دي علاقة متعبة جدا جدا. انت كقيادي حاول تسمع، اهدى شوية، دوس فرامل، اسمع لشريك حياتك، بلاش تبقى قاسي وصعب وسريع، خلي رتم حياتك يمشي مع رتم حياتك. الرومانسي بطبعه بطيء شوية في قراراته وفي تفكيره وفي تصرفاته، امشي معاه بالراحة واحدة واحدة. كمان بلاش العند معاه، حاول تتعلم تزود مشاعرك. بص للرومانسي يعني تلاقي عنده إسهال عاطفي، اتعلم منه، اظهر مشاعرك شوية، حاول تعبر عن حبك لشريك حياتك بالمشاعر وبالكلام الجميل. حاول تكون أكتر ود شوية، حاول تكون أكتر رقة، بلاش الجمود، بلاش القسوة اللي انت فيها دي. على فكرة لو خليت شوية رومانسية يدخلوا حياتك ده مش هيقلل منك. كمان تعلم تعمل حساب لمشاعرك، قرب منه شوية، خليك رحيم بيه، بلاش تجرح، بلاش تدوس عليه، حس بيه شوية.
التمس له العذر، لأن الكلمة اللي تزعلك دقيقة تزعل شريك حياتك 10 سنين. كمان اتعلم تسامح وتعدي، بلاش تقف على الكلمة، بلاش تكون بياع للعشرة وتهدم البيت في لحظة. اتعلم تيجي على نفسك شوية، مش تخسر حاجة، بالعكس انت هتكسب شريك حياتك ومعاه راحة بالك. طيب لو شريكك قيادي تعمل معاه ايه؟ اولا، قيادي درجات، في قيادي صعب جدا، في قيادي فيه شوية سمات متعبة. علشان تتعامل مع قيادي، اولا خليك منظم ومحدد، ادخل في صلب الموضوع على طول، يعني هات من الاخر، بلاش تكتر في التفاصيل لانه دايما مستعجل، عملي، موضوعي، مش بيحب التفاصيل ومش بيحب انك تعيد وتزيد في الموضوع. كمان اياك تدي قيادة اوامر او تتحداه او تعند معاه، هو محتاج تديله حلول وخيارات وهو اللي يختار. ما تحطوش في موضع اني اختار دلوقتي يا اما بلاش. كمان لو انت شخص فني مبدع او شخص تعبيري زي ما بنقول، هتعمل ايه؟ اولا بلاش الحماسة الزايدة، تعلم تدي كل حاجة حجمها الطبيعي، اهدى شوية، بلاش قرارات سريعة، فكر شوية قبل ما تتحرك. كمان خد بالك من نصايح شريك حياتك، ركز فيها شوية، اسمع لكلامه وتوجيهاته قبل خراب البيت، لأنه مشكلة كبيرة دايما فيك إن أنت بتفوق متأخر. كمان حاول تقلل الفكاهة والسخرية شوية، خصوصا السخرية والتريقة على شريك حياتك، وخلي وقت الهزار هزار ووقت الجد جد. بلاش تستخدم الناس اللي حواليك كمادة للسخرية والتهريج، وخلي بالك لأنه يوجد من يهزر مثل طعن السيف، يعني في بعض الهزار أنت بتشوفه مجرد تهريج وضحك، لكن هو طعن سيف، خصوصا لو كانت السخرية دي قدام الناس، ولو كان شريك حياتك ده حساس شوية أو شخص كده بيحب يظهر بمظهر تاني خالص. لو شريك حياتك هو اللي تعبيري، هتعمل إيه معاه؟ أول حاجة علشان تقلل المشاكل اللي حاصلة بينكم شوية، حاول تقلل الروتين، لأن التعبيري بيكره الروتين جدا، حتى في الأكل مش بيحب الأكل المتكرر. كمان قلل التعليمات شوية، يعني متمشيش وراه اليوم كله، اطفي النور، شيلي الهدوم، البس الشبشب، مش عارف اعمل ايه، لأني بيعتبرها حمل عليه. كمان التعبيري بيحب العلاقات الاجتماعية جدا، الخروجات والفسح، الأفراح، الحفلات، راشق في أي زيطة ومعدي قدام أي كاميرا. علشان كده أحلى لحظات بتشوف فيها التعبيري لما يخرج مع الناس وتقول احنا حلوين قوي مع بعض، بس لما يكون معانا ناس تانية. فمفيش مانع تزود خروجات شوية، اهتم بالعلاقات الاجتماعية شوية. كمان مع التعبيري خليك حيوي، خليك حماسي شوية، بلاش برود، بلاش الصمت والانعزالية، لأن التعبيري بيعتبر الصمت عدو. إياك والنقد على الملأ مع التعبيري، أو إنك توجه له نصيحة على الملأ، لأنه ممكن يخرج عن هدوءه ويغلط فيه. النقد على الملأ فضيحة. التعبيري كمان بيحب يكون محور القعدة، يحب يمسك المايك، يحب يكون هو المتكلم في الموضوع. فلما تيجي حضرتك قدام الناس وتكسفه أو تقلل منه، تخيل بقى ممكن يعمل إيه؟ رد فعل مش مضمون. ده بالنسبة للتعبير، أو زي ما بنقول عليه الفن المبدع. طيب تعمل إيه لو أنت محل المفكر؟ أولا قلل اهتمامك بالتفاصيل شوية، درب ذهنك على كده، حاول تسرع شوية في اتخاذ قراراتك، بلاش تحلل الموضوع بعشرمة طريقة وعشرمة ناحية. كمان قلل من طلب المثالية شوية، لأن ببساطة مفيش حد مثالي في العالم ولا حتى حضرتك. بلاش انتقاد في كل حاجة، حاول تخلي عينك تشوف إيجابيات زي ما هي بتشوف سلبيات. كمان حاول تكون مغامر شوية وتجمد قلبك، اللي ملوش قلب ملوش رزق. مش كل حاجة لازم تبقى محسوبة بالخطوة، في حاجات لو مشيت فيها من غير حساب ولا ترتيب مش تخسر حاجة. يعني خروجه احنا هنخرج، مش لازم نقول هنروح فين وهنرجع من فين، مش لازم تحسب كل حاجة بدقة، كبر دماغك في الأمور البسيطة. طيب لو شريك حياتك هو اللي محل المفكر، تعمل ايه معاه عشان تقلل مشاكل بينكم شوية؟ أولا لازم تفكر جدا قبل ما تتكلم، بلاش تتكلم بعشوائية، ولما تعرض عليه حاجة أو موضوع فصلها، اعملها كمزايا وعيوب. كمان اتكلم بلغته وقرب منه. كمان لما تحب تعرض عليه حاجة اديله وقته عشان ياخد قرار، بلاش تحط في الأمر واقع لأنك هتخسره أكيد. خليه يفكر شوية، بلاش موضوع رد عليا دلوقتي حالا، لأنه هيرد بلا. كمان إياك تلغى عقله وتحاول تراوغ معاه، أصلا أنا ما رحتش المشوار الفلاني وتكون أنت رحت، لأنه لو اكتشفك هيحطك في البلاك ليست ومش هيسامحك ولا هيعديها لك أبدا. موضوع اختيار شريك الحياة ده مهم جدا والكلام فيه كتير جدا ومش بيخلص، فعشان كده أكتر حاجة نقدر نقولها ركز في اختيار شريك حياتك من ناحية صفات شخصيته. ابعد عن العلاقات الصعبة اللي هي ارتباط القيادي بالعاطفي أو ارتباط المحلل المفكر بالفن التعبيري. ونفتكر كمان إن مفيش مشاكل سببها شخص واحد، ومفيش مشاكل هيحلها طرف واحد. الطرفين يتعاونوا، يكملوا بعض، يقبلوا بعض،
مش يلغوا بعض. كمان ابدأ انت وحاول تغير نفسك، مش تغير في شريك حياتك عشان يبقى على مزاجك. هو كمان يحاول يغير من نفسه علشان يرضي. زي الحجرين الخشنين، لما يخبطوا في بعض هيطلعوا شرار، لكن لما تتصنفر وتظبط في نفسك شوية وتشيلي الزيادات اللي ملهاش لازمة وعاملة مشاكل، هتلاقي ان لما يحصل بينكم حوار ويؤدي الاختلاف مش هتظهر الشرارة اللي تخلي الموضوع يولع بينكم. خليك رحيم بشريك حياتك، خليك رحيم بنفسك. الحياة بطبعها صعب، ما تصعبهاش عن نفسك اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعمل لايك وشير، ولو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل اللي وصل لهنا احب اقولك انت صديق القناة، اثبت وجودك بتعليق، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.